يتركها لعلي حامد. علي حامد وكل الجمهور الديوانية ينتظر علي حامد بكرة عرضية ممكن أن تكون مقوسة داخل منطقة الجزاء. علي حامد ينقل كرة خطيرة، الله، جول ديواني أول. سيف الدين ظاهر يظهر الآن بعد غياب دامني 5 مباريات، يفطر الآن على مائدة زاخو. سيف الدين ظاهر يظهر الآن ويسجل الهدف الأول له هذا الموسم لمصلحة الديوانية. جول للأحمر الديواني، يسجل الآن الهدف الأول في الدقيقة 37. هدف أول إلى جانبية لمصلحة زاخو، تلعب بشكل سريع للوكاس. لوكاس سانتوس يحاول المرور بالقدم اليسرى، اللاعب المحترف الافريقي البرازيلي او البرازيلي وليس الافريقي، اللاعب من امريكا الجنوبيه، اللاعب البرازيلي. كره لمصلحه زاكو، هذه كره خطيره، يحاول المرور، يا سلام، يحاول فيها، خطير جدا هذه، اوه، جول التعديل ياتي لمصلحه زاكو. يسجل نادي زاكو الهدف التعديل، نعم، عن طريق اللاعب محمد جواد. محمد جواد يسجل الهدف الثاني له في هذا الموسم. جول ثاني لفرسان الشمال المحترف بصفوف نادي زاخو. ينقل كرة عالية للأمام بالراس، لا زالت خطيرة لمحمد جواد، خطيرة لمصلحة زاخو. بهذه الأثناء يحاول يمر وبالتالي صافرة خطأ لمصلحة فرسان الشمال، لمصلحة أبناء الخابور. ركلة حرة مباشرة الآن تأتي لمصلحة نادي زاخو بهذه الأثناء بوقت عصيب جدا من مجريات هذه المباراة. خطأ على قوس الجزاء لمصلحة زاخو، لمصلحة فرسان الشمال. خطأ في وقت عصيب وفي وقت مهم جدا أن يسجل من خلال الهدف الثاني، وقت مثالي، وهدف يعني سيكون قاتل بالنسبة، أو هدف سيكون صعب التعويض على نادي زاخو أو حتى على نادي الديوانية إن سجل في هذه الكرة. الآن ركلة حرة مباشرة الآن تأتي لمصلحة نادي زاخو على قوس الجزاء. هيليو مونتيرو، هيليو مونتيرو وفرانك سيدريك على التنفيذ الخطأ، على تنفيذ هذه الكرة الخطيرة لمصلحة زاخو، لمصلحة الأصفر، لمصلحة فرسان الشمال. هل يسجلون الهدف الثاني؟ فرانك سيدريك اللاعب الكاميروني، فرانك يتقدم، فرانك، الله، جول عالمي، عالمي لزاخو. فرانك سيدريك الكاميروني بالقدم اليمنى يسجل الهدف الثاني لزاخو. جول ثاني لزاخو، هدف ولا أجمل، هدف من كرة ثابتة. الآن الديوانية هل يسجلون الهدف الثاني؟ تسديدة لكن اصطدت، لا زالت خطيرة لعند حارس المرمى، خطيرة أوه، جول التعديل يأتي، عبد الله حامد يسجل الهدف الثاني وأول أهدافه في هذا الموسم. الله الله الله، بعد خطأ فادح لمحمد صالح يسجل عبد الله حامد